الايباد حاليا هو افضل جهاز ممكن تستخدمه تخلص بيه شغلك، تتعلم عليه، او حتى تذاكر وتلخص محاضراتك. ولو انت شخص بتشتغل من البيت او صانع محتوى فممكن تكتب عليه السكريبتات وكمان تعمل عليه مونتاج. ولكن عشان تحصل على تجربه استخدام كامله محتاج تشتري شويه اكسسوارات زي الكيبورد او القلم او حتى السكرين عشان تحمي الشاشه. وعشان كده بستخدم باكج الايباد من شركه تك بوكس. من غير كلام كتير يلا بينا نبدا الفيديو. اول منتج واللي تقدر تحول بيه الايباد للابتوب كامل وهو الكيبورد. خلينا نشوف محتويات العلبه. اول حاجه هتلاقي الكيبورد نفسه، بعد كده موجود الكتالوج برضو هتلاقي موجود فيه الاختصارات وكذا حاجه تقدر ترجع لها. وكمان الكيبورد موجود معاه الشاحن وتايب سي، فده هيوفر عليك ان انت تشيل كذا شاحن. الشاحن بتاع الايباد تقدر تشحن بيه الكيبورد بكل سهوله. اول حاجه هتلاحظها في الكفر ان عندك هنا مثلث بتقدر تشده كده بيسند معاك الايباد بحيث ان انت يبقى عندك الكيبورد بينزل وفي نفس الوقت الايباد مرفوع بزاويه معينه. طبعا تقدر تتحكم في الزاويه دي، عندك كذا وضع. الوضعيه ديت هتسهل عليك الرسم بحيث ان هو جاي بزاويه تقدر تستخدم القلم. في وضعيه تانية لو انت شغال او قاعد بتكتب مثلا سكريبت وكده. واخر وضعيه بتقدر ترفع الكيبورد بزاويه وفي ماجنت كده بيمسك معاك عشان تقدر تكتب على الكيبورد نفسه بكل سهوله، مش هيضايقك خالص في الكتابه. وبالنسبه للكيبورد نفسه فهتلاقي اضاءه RGB فيها 3 مستويات سطوع بتقدر تتحكم فيهم عن طريق زرار الاضاءه، وبتقدر تغير اللون عن طريق ان انت بتضغط على زرار الاضاءه وسهم لفوق او لتحت. وعندك 7 الوان اختار منهم زي ما انت عايز. وفي ميزه كمان ان عندك الحروف محفوره في الكيبورد نفسه، فالاضاءه بتظهر لك الحروف العربي والانجليزي لو انت شغال في مكان ضلمه. والاضاءه بتفصل بشكل تلقائي بعد 30 ثانيه لو ما استخدمتهاش عشان توفر في البطاريه، وبتشتغل تلقائي معاك اول ما تكتب تاني. بالنسبه للمقاس اللي موجود معايا فهو ايباد برو 11 انش، ومتوفر كذا مقاس للكيبورد، ممكن مع ايباد 12.9 او 10.9 ومقاس مخصص لايباد الجيل العاشر. وتجربه الكتابه فهي عمليه جدا بالنسبه للايباد، وعندك اختصارات في اول سطر في الكيبورد تقدر تقفل او تفتح الايباد وتتحكم في الصوت، وكمان تتحكم في درجه السطوع، وفي كذا اختصار تاني كده هيسهل عليك الاستخدام. وبالنسبه للتراك باد فحجمها متوسط، طولها 1.9 انش وعرضها 3.2 انش، وشايفه حجم مناسب جدا خصوصا ان هي بتدعم الاختصارات وده هيسهل عليك الاستخدام. مثلا انا هنا فاتح صفحه على نوشن، اقدر اتنقل في الصفحه عن طريق السوايب في الاربع اتجاهات فوق وتحت او يمين وشمال. ولو عملت سوايب بميل هتفتح الكنترول بانل، وسوايب لفوق هيرجعك للشاشه الرئيسيه. وكل الاختصارات دي هتلاقيها موجوده في الكتالوج. وبالنسبه للحاجه المميزه في الكيبورد ده عن اي كيبورد تاني اللي انت بتقدر تفصله بحيث ان انت تقدر تستخدم الايباد مع الكفر لوحده، لانه اصلا بيشتغل عن طريق البلوتوث فهو مش محتاج توصله بالايباد عشان يشتغل. وبالنسبه لقوه المغناطيس مش هيفصل منك فجأة مثلا وانت شغال او كده. وبالنسبة لخامات الكفر فهو معمول من السيليكون، والميزة اللي فيه اللي هو ماسك على الايباد كويس، مش بيدخل اي اتربة او حاجة تجرح لك الظهر وكده. والظهر من القماش ناعم وشكله شيك جدا مع الايباد. وصلنا لتاني واكتر منتج بستخدمه مع الايباد وهو القلم المطور. فيه مميزات كتير جدا وبديل ممتاز عن اي قلم تاني، فخلينا نشوفه مع بعض. اول حاجه عليه ضمان لمده 2 سنين، ومع راس اضافي تقدر تفكه عن طريق اللي انت بتلف الراس بكل سهوله، فك معاك وتركب الراس التاني. وبالنسبه لتجربه الكتابه فهو سلس جدا وسريع الاستجابه، وبيدعم راحه اليد، ودي اهم ميزه بالنسبه لي عشان اقدر اسند كف ايدي على الشاشه وفي نفس الوقت اكتب من غير ما يحصل اي مشاكل. وده طبعا هيسهل عليك الكتابه وهيحسسك ان انت بتكتب على ورقه. وتقدر تشحنه على الايباد بشكل مباشر، مش محتاج تفك الكفر او حاجه، لا في مكان محفور في الكفر نفسه تحط القلم وبيشحن بشكل مباشر. ونسبه البطاريه بتبان في الايباد لان القلم مربوط معاه بالبلوتوث. وبعد ما تخلص شحن القلم بتقدر تحطه جوه الكفر نفسه بحيث ان انت لما تقفل الايباد يكون القلم موجود جوه، ما تخافش يقع منك او كده. وفي فراغ في الظهر بحيث ان انت تطلع القلم بسهوله. وبالنسبه للبطاريه فشحن ساعتين بيديك 20 ساعه شغل متواصل. وعشان تحافظ على الشاشه في المده دي محتاج تستخدم سكرينه، وده هياخدنا للمنتج اللي بعد كده. خلينا نفتح العلبه ونركبها سوا. اول حاجه هتلاحظ ان شكلها مختلف عن اي سكرينه جربتها قبل كده. عندك نوعين من المناديل، وايبس عشان تمسح بيه الشاشه الاول، والمنديل التاني هتنشف بيه الشاشه بعد ما تخلص بالوايبس. بيجي معاها ستيكرز بحيث ان انت لو في اي تراب دخل تحت سكرينه تقدر تستخدمه في ان انت تشيله بكل سهوله، بس ان شاء الله مش هنحتاجه. استخدم الوايبس نمسح الشاشه، وبعد كده هتستخدم المنديل لو في اي بصمات او اتربه زياده. الاول هتشيل الستيكر الاساسي اللي موجود على ظهر السكرينه، وهتحط الكفر بحيث السهم يكون اتجاهه للكاميرا. بعد كده هتشد الشريط ده بتشده للاخر طبعا، وبعد كده بتبتدي تشيل الكفر واحده واحده. وبس كده السكرينه ركبت معاك. هتتاكد الاول ان هي متثبته على الشاشه كويس، وبعد كده هتشيل الستيكر التاني اللي على وش السكرينه. ماشي، وبس كده زي ما احنا شايفين مفيش اي غلطه في السكرينه.
هتمسحها بقى بالمنديل تاني لو في اي بصمات وكده. السكرين الماتيريال بتاعتها كويسه جدا، ناعمه ومش مؤثره على الالوان في الايباد. ودي كانت تجربتي مع اكسسوارات الايباد من متجر ذكي، وتقدر تستخدم كود خصم العب. لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في كومنت او تواصل مع صفحات متجر ذكي، هسيب لك كل اللينكات في وصف الفيديو. وبس كده، بتمنى لكم التوفيق. سلام.